مين هو الطفل الزهري؟ وليه بيقولوا الجن ما بيصدق يلاقي واحد منهم؟ اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في ناس بتقول إن في أطفال بيتولدوا بعلامات غريبة زي شمة حمرة في إيدهم أو خط مائل في كفهم. الناس دي بتسميهم الأطفال الزهريين. الأسطورة بتقول إن الجن بيعتبرهم مفتاح لكنوز مدفونة، لأنه دمهم بيكسر التعويذات والسحر اللي بيحمي الكنز. واحد من المشايخ حكى إنه زمان في قريته اختفى طفل صغير معروف إنه زهري. بعد يومين لقوا هدومه مرمية عند بئر قديم، بس الطفل نفسه اختفى من غير أثر. من يومها الأهالي بقوا يخافوا يسيبوا أي طفل زهري لوحده، خصوصاً بالليل وقت ما يقولوا الجن بيجي يدور. وفي حكايات بتقول إنه بعض المنقبين عن الآثار بيستعينوا بطفل زهري علشان يلاقوا الكنوز. بس الغريب إن كل طفل شارك في حاجة زي دي مصيره كان مجهول. لحد النهاردة محدش عارف هل فعلاً في حاجة اسمها الطفل الزهري، ولا دي مجرد أسطورة الناس اخترعوها علشان يفسروا اختفاءات ملهاش تفسير. قول لنا في التعليقات،